تخيل إن الشمس اللي بتبعد عن الأرض حوالي 150 مليون كيلومتر بدأت فجأة تقرب، والمسافة اللي بتحمينا بقت أقل وأقل، والضوء اللي كنا بنشوفه وبنرتاح فيه بقى نار بتحرق الجلد في ثواني. الحرارة بتعدي 60 درجة مئوية في البداية، وبعدها توصل ل100 و150 وتزيد، ومفيش أي كائن حي هيقدر يتحمل السخونة دي. المحيطات كلها بتغلي وبتتبخر في الهواء، والأنهار بتنشف والزرع بيختفي، والمباني نفسها بتبدأ تسيح. الحديد بينصهر على حرارة 1500 درجة، ودي حرارة الشمس على بعد بسيط. لو قربت أكتر كل حاجة هتتحول لكتل من اللهب والدخان. الجاذبية بتبدأ تلعب دور مختلف، الأرض بتخرج عن مدارها وتبدأ تمشي في مسار مجنون، إما ناحية الشمس وده معناه انتحار جماعي للكوكب، أو بعيد عنها وده معناه تجمد في لحظات. لكن في السيناريو ده الشمس لسه بتقرب ولسه النهاية ما حصلتش. وقبل ما نكمل، لو انت بتتخيل المشهد ده في دماغك يبقى أكيد الفيديو عجبك. ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك، وركز معايا علشان اللي جاي أخطر. القمر اللي على بعد 384 ألف كيلومتر من الأرض هيتأثر هو كمان. درجة حرارة سطحه بتوصل لأكتر من 120 درجة بالنهار، وبتنزل ل 170 تحت الصفر بالليل. بس دلوقتي مفيش ليل، مفيش نهار، مفيش توازن. القمر ممكن يسيح أو يخرج عن مداره ويسيب الأرض أو يصطدم بيها، وساعتها مش بس النور اللي هيختفي، ده في مد وجزر هيقف. البحر هيغرق أجزاء من الأرض، وأجزاء تانية هتتشقق من الجفاف. وبعيد شوية النجوم بتراقب كل ده من بعيد. ولو حصل انفجار شمسي ضخم، الشمس تطلق بلازما أو موجات شمسية تسافر بسرعات بتوصل لملايين الكيلومترات في الساعة، وتدمر الأقمار الصناعية وتضرب أنظمة الاتصالات. ولو زادت تتحول لانفجار كوني يطلق طاقة تعادل ملايين القنابل النووية. ده غير احتمال إن الشمس تنهار على نفسها وتتحول لثقب أسود. ساعتها كل حاجة حوالينا هتتسحب بسرعة رهيبة، سرعة الجاذبية والضوء، والكتل كلها هتدخل جواها وتختفي، والكون حوالينا يبقى كله ظلام. القصة دي مش خيال، دي سيناريو علمي ممكن يحصل لو أي خلل بسيط حصل في مكان الشمس أو سرعتها أو حجمها. المسافة بين الشمس والأرض محسوبة بدقة مرعبة، 1% بس زيادة أو نقصان كفيلة تمحي الحياة بالكامل. فاحنا عايشين على شعرة في نظام كوني مرعب ودقيق. كل يوم بنصحى فيه والشمس في مكانها لازم نقول سبحان الخالق، لأن اللي فوق ده مش صدفة، ده إعجاز علمي مستمر وإحنا وسطه من غير ما نحس.